بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع فيديو جديد يهمكم ويهم شريحة كبيرة من الناس، ألا وهو المرور وسن الستين. المرور لسن الستين كمان أكيد طبعا حضرتك معاك رخصة قيادة خاصة أو مهنية وقربت على 60 سنة، أو عاوز تستغني عن الرخصة وتطلع معاش. طبعا تستغني عن الرخصة المهنية وتاخد معاش. لو الموضوع يهمك تابعنا للنهاية أكيد هتستفيد. في شباب كتير معاه رخصة مهنية وقضى فيها 20 سنة، يعني 20 سنة بيدفع التأمينات بتاعتها بصفة مستمرة مع كل تجديد. فبيقول لي والله أنا عاوز أستغنى عن الرخصة دهيت وآخد معاش. إيه الإجراءات المتبعة في الاستغناء عن الرخصة المهنية علشان أعرف آخد المعاش بتاعي كامل؟ في ناس تانية تجاوز 60 ومعاه رخصة مهنية. أنا جوزت عيالي كل عيل راح في طريق وأنا فاضل أنا ومراتي بس، والرخصة المهنية ديت باكل بيها عيش وما اقدرش استغنى عنها، وعاوز اجدد رخصتي المهنية بالرغم من بلوغ سن 60 وحصولي على المعاش. فايه الاجراءات المتبعة؟ هنتكلم الاول على الشباب اللي هو امضى في القيادة بالرخصة المهنية اكتر من 20 سنة، و20 سنة متواصلة بيدفع التأمينات بتاعت رخصة القيادة بتاعته دهيت وعاوز يستغنى عنها ويحولها لرخصة خاصة وياخد معاش. فبنقول الرخصة سارية، كملت 20 سنة في التأمينات بتدفع تأمينات، بتعمل شهادة مخالفات لرخصة القيادة دهيت وتروح المرور والله أنا عاوز أسلم الرخصة دهيت وآخد معاش. فبيديلك شهادة بيانات للتأمينات بمدة الرخصة المهنية من ساعة ما طلعتها، استبدلتها تانية، استبدلتها أولى، بالتواريخ، مواعيد التأمينات أو مواعيد سداد التأمينات، مدة الاشتراكات في التأمينات. بتروح بالشهادة ديت التأمينات، بيعمل لك تسوية، بيشوف انك تستحق معاش ولا لا، قضيت المدة التأمينية كاملة اللي هي 20 سنة ولا لا، وبناء عليه بيدي لك إفادة للمرور ان انت جاري في استخراج المعاش. بتاخد الإفادة دي وترجع المرور مع شهادة المخالفات والرخصة المهنية وبتسلمها لموظف الشباك، والله أنا عاوز أستغنى عن الرخصة ديت وأحولها رخصة خاصة. بياخد منك الرخصة القديمة المهنية وشهادة المخالفات وجواب التأمينات دهوت، وبيدي لك تسريح مؤقت للرخصة الخاصة ب3 شهور لحد ما تخلص فيه موال التأمينات وموال المعاشات وتغير المهنة أي مهنة تانية غير سواق. أكيد هتعملها بالمعاش أو بدون عمل حسب رغبتك أنت وحسب ظروفك أنت. خدت التسريح المؤقت ب3 شهور، بتروح تسوي إجراءات أو تخلص إجراءات المعاش، تأمينات والمعاشات، تشوف مستحق لك معاش قد إيه. بعد كده بتروح على الأحوال المدنية، تغير المهنة في البطاقة، بدل ما هي سواق بتغير أي مهنة تانية بدون عمل حاصل بالمعاش، وعلى حسب التعليمات المنظمة في الأحوال المدنية لتغيير المهنة أي مهنة تانية خلاف سواق. غيرت المهنة مهنة تانية، خلصت موضوع التأمينات والمعاشات، بتروح المرور بتسلم التسريح المؤقت وبتسلم صورة البطاقة بالمهنة الجديدة، وبتاخد باقي الرخصة بال10 سنين، باقي الرخصة الخاصة بال10 سنين. يبقى كده استغنينا عن الرخصة المهنية درجة أولى، درجة تالتة، درجة تانية عشان ناخد معاش، وخدنا مكانها رخصة خاصة ب10 سنين. في الحالة التانية أنا طول عمري سواء معايا رخصة مهنية كانت درجة تالتة، استبدلتها بعد كده بدرجة تانية، بعد كده استبدلتها بدرجة أولى، ثانيا بسوق عربية قلاب بقالي أكتر من 40 سنة بسوق. تمام. عديت سن 60، عاوز أجدد الرخصة المهنية بتاعتي تاني. فإيه الإجراءات المتبعة؟ الإجراءات المتبعة بتحدد كومسيون طبي وتعمل شهادة مخالفات وتروح المرور والله أنا عاوز أجدد الرخصة المهنية بتاعتي. بياخد منك الرخصة القديمة، صورة بطاقة الرقم القومي
الفيش والتشبيه، شهادة المخالفات، جواب النقابة، بيديلك جواب للتأمينات. التأمينات بترد والله بتقول ان الراجل دهوت تجاوز سن ال60 وغير مخاطبين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. بترجع المرور، الموظف بيبص في الشهادة، لا يا عم الحاج ده انا متعود انك حضرتك بتجيب لي الشهادة الخضراء بالايه بمدة التأمينات كلها بمدة ال3 سنين مرة واحدة، يا ابني انا كملت ال60. فبيبص في البطاقة بيحسب بيلاقي فعلا حضرتك كملت ال60 سنة. طب يا عم الحاج احنا هنعمل لك ايه؟ ما نقدرش نجدد لك الرخصة المهنية. طب ليه يا ابني ما تجددليش الرخصة المهنية؟ عشان لازم تجيب لي إفادة من التأمينات. في الحالة ديت المرور بيدي لك تسريح مؤقت ب3 شهور لحد ما تشوف موضوع التأمينات. خدت إفادة من المرور للتأمينات، الرد جه إن الإيه المذكور تجاوز سن ال60 وغير مخاطب بالقانون. ال3 شهور خلصهم، رحت المرور يا اخوانا جددوا لي، انا خدت 3 شهور وال3 شهور خلصهم وعاوز رخصة بباقي ال3 سنين. لازم يا عم الحاج تجيب لنا ان المذكور يتقاضى معاش. رحت التأمينات تاني، قال لي هات لي شهادة بيانات بالتدرج من المرور. رحت المرور خدت شهادة بيانات بالتدرج مكتوب فيها تاريخ استخراج الرخصة الثالثة، تاريخ الاستبدال من الثالثة للثانية، تاريخ الاستبدال من الثانية للأولى. المهم الموظف بتاع التأمينات حسب لي المدة لقاني أقل من 20 سنة تأمينات. ليه؟ لأن أنا كنت في خلال فترة من الفترات سافرت وما جددتش الرخصة المهنية بتاعتي، كنت شغال في الخارج، فما فكرتش ان اجدد الرخصة المهنية في وقت معين. المهم حسب لي المدة، لقاها المدة اقل من 20 سنة. اعمل حاج احنا اسفين ما نقدرش نديك معاش، انت هتاخد حاجة اسمها تأمين او تعويض الدفعة الواحدة. ايه تعويض الدفعة الواحدة؟ ده مبلغ اجمالي بتاخده بدل المعاش على مدة التأمينات اللي كانت عندك. كانت المدة التأمينية بعد الموظف حسبها 17 سنة. جات المرور يا اخوانا انا ما خدتش معاش، انا خدت تعويض الدفعة الواحدة، فجددوا له الرخصة. مفيش تجديد للرخصة، لازم جواب من الايه من التأمينات والمعاشات انك بتتقاضى معاش. اخوانا مفيش معاش. المهم الموظف بيحرر لك او المراجع بيحرر لك جواب تاني للتأمينات برجاء الافادة عن سبب عدم منح المذكور معاش حتى يتسنى لنا تجديد رخصة القيادة. التأمينات ردت قالت ايه؟ المذكور لا ينطبق عليه قانون التأمين والمعاشات، كملش 20 سنة تأمينات وبالتالي ما خدش معاش، خد تعويض الدفعة الواحدة. طيب هو كده يقدر يجدد الرخصة؟ بعتنا التأمينات تاني، التأمينات كتبت له غير مخاطب بكتاب الدوري رقم 48 لسنة 92 ان هو بينشال من عمال النقل البري، او ما ينفعش ان نأمن عليه على سواق بعد بلوغه سن ال60. ممكن أأمن عليه كصاحب عمل او كصاحب سيارة، انما ما ينفعش أأمن عليه كسواق، وغير مخاطب بأحكام الكتاب الدوري 48 لسنة 92. طيب دلوقتي المرور هو اللي بيمنح رخصة القيادة وليس التأمينات. الشروط كلها متوفرة، الراجل ما عندوش مانع ان هو يجدد الرخصة، وبالتالي المرور ما عندوش مانع انه يجدد الرخصة طالما الجهة اللي متأمن عليها او اللي مأمن طرفها اللي هي التأمينات الاجتماعية قالت لي غير مخاطب بأحكام الكتاب الدوري المنظم لعملية التأمين على السائقين. خلاص طب يا عم الحاج انت مش هتدفع تأمينات ومعاشات، انا عايز الرخصة وخلاص اكل بيها عيش، عاوز الرخصة المهنية فاتحة بيتي. وبالتالي المرور ملزم ان هو يجدد الترخيص طالما التأمينات افادت ان هو غير مخاطب باحكام الكتاب الدوري 48 لسنة 92 ولا يجوز التأمين عليه بعد 60 سنة. المهم ان هو جدد الرخصة للمدة الباقية ومش مطلوب منه تأمينات اجتماعية. لا عدى 60 هيعمل ايه تاني بعد 60؟ لا معاش ولا غيره، مش هيقدر يتقاضى معاش لان هو خد تعويض دفعة واحدة ما ينطبقش عليه الحصول على المعاش الكامل. طيب انا دلوقتي ينفع استغنى عن الرخصة المهنية؟ خدت المعاش بتاعي، قفلت التأمينات بتاعة الرخصة المهنية، ينفع اطلع رخصة خاصة بعد ال60؟ اكيد ينفع طبعا تطلع رخصة خاصة بعد ال60. زي ما قلنا بتعمل شهادة مخالفات للرخصة المهنية،
بتاخد من المرور شهادة بالتدرج، وبتخلص في التأمينات إجراءات المعاش أو إجراءات تعويض الدفعة الواحدة، وبتسلم الرخصة المهنية بعد كده مع جواب التأمينات مع شهادة المخالفات، وتاخد تسريح مؤقت لحد ما تغير المهنة أي مهنة تانية غير سواء. خلصت المعاش، غيرت المهنة، أصبحت المهنة الجديدة بالمعاش بدل ما كانت سائق، بترجع المرور بتسلم التصريح المؤقت وصورة بطاقة الرقم القومي بالمهنة الجديدة، وتاخد باقي الرخصة الخاصة بالعشر سنين. في انتظار تعليقاتكم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.